فيلمنا النهارده بيبدأ بحكاية قديمة من الماضي، وفي الحكاية دي بنعرف قصة مستحضرين الأرواح اللي كانوا بيطاردوا وبيهاجموا كل الكائنات الحية، ولكن وقتها البشر والتنانين اتحدوا مع بعض وقدروا يهزموهم. وبالرغم من اللي حصل ده البشر خانوا التنانين وسجنوهم، وده علشان يستغلوا قوتهم على الشفاء من كل الأمراض. وبنروح بعدها لوقتنا الحاضر وبنشوف مجموعة من البشر وهم موجودين في مكان مهجور، وبنلاحظ إن في واحد منهم اسمه دياو فرحان جدا، وبنعرف إن سبب فرحته دي هي المادة الغريبة اللي هو بيشتريها، واللي بيطلب من زعيم المجموعة اللي اسمه لان انه يجيب له تنين حي، وبيعرفه ان لو قدر يجيبه له هو هيديله كل الفلوس اللي هيطلبها. ولكن وقتها لان بيرفض طلبه وبيحمله المادة الغريبة دي على العربة بتاعته. وفي الوقت ده بيجي راجل عجوز من بعيد وبنشوفه هو بيسيب بنته الصغيرة في المكان وبيودعها وبيمشي، وبيروح يركب مع دياو في العربة وبينطلقوا. ولما واحد من اللي موجودين بيسمع صوت البنت الصغيرة وهي بتصرخ بيروح لها، وبيتصدم لما بيشوف كل الحجارة اللي حواليها وهي طايرة في الهواء واللي بتقع على الأرض بمجرد ما بيقرب منها وبيلمسها. ومن ناحية تانية لان وأتباعه بينطلقوا في رحلة طويلة وبياخدوا معاهم البنت الصغيرة اللي بتفضل تصرخ طول الوقت. وبعد مدة بيوصلوا كلهم لمكان شبه السجن، وهناك لان بيكون متعصب جدا من صراخ البنت وبيديها للست العجوزة اللي بتكون هي الخادمة بتاعته، واللي بتفرح جدا بيها وبتعرف من القلادة بتاعتها ان اسمها بينج، وبتقرر انها تربيها وتهتم بيها لحد ما تكبر. ومن ناحية تانية دياو بيوصل لوالدته اللي بتكون على فراش الموت، وبيعرفها انه جاب لها دماء التنين علشان يعالجها، وبيأمر المساعد بتاعه اللي اسمه وانج انه يجهز له العلاج. ولكن والدة دياو بتكون خلاص استسلمت للموت وبتطلب منه يدور على علاج لنفسه وبتسيبه وبتموت. فبيحزن دياو جدا على وفاة والدته وبيقسم انه مش هيموت بنفس المرض ده مهما حصل. وبتعدي ايام كتير من بعد اللي حصل ده وبنشوف البنت الصغيرة اللي اسمها بينج بعد ما كبرت. وفي الوقت ده بتيجي الست العجوزة اللي اسمها لاو وبتصحيها من النوم علشان تساعدها وبتطلب منها تروح تأكل الفراخ. وفعلا بينج بتروح للفراخ وبتحط لهم الأكل وبتجمع البيبس السلة، وكمان بتروح تصحي صديقها الفار اللي اسمه هواو وبتديله أكل. وفي الوقت ده هما الاتنين بيسمعوا صوت زئير عالي جدا، وساعتها بينج بتطمن هواو وبتفهمه إن التنانين عاوزة تاكل. وقبل ما بينج تمشي من المكان هواو بينط في سلة البيض، وبمجرد ما بترجع للبيت هواو بينط في سلة الأكل. وبعدها بينج بتسحب الحبل وبتساعد لاو في رفع سلة الأكل على ظهرها، وبتروح لاو بسلة الأكل للزعيم لان وأتباعه. ولأن السلة بتكون تقيلة جدا بتقع من لاو، فبيتعصب لان وبيكون عاوز يضربها، ولكن بينج بتتدخل على آخر لحظة وبتمنعه وبتفهمه إنها هي اللي هتشيل السلة مكانها. فبيتريق لان عليها هو وأتباعه، وبالرغم من كده بيشيلوا بينج السلة اللي بتكون تقيلة جدا عليها. ومع إن بينج بتكون لسه صغيرة وضعيفة إلا إنها بتقدر تشيلها وبتمشي بيها مع لان هو وأتباعه. وبعد شوية بيدخلوا كلهم جوه القصر اللي بيبان عليه إنه واسع وفاضي جدا. وبمجرد ما بينج بتيجي تنزل السلة بتتفاجئ إنه هو موجود فيها، وفجأة بيجي لان وبيرمي كل الأكل جوه الفتحة اللي في الأرض، وللأسف بيقع هو مع الأكل وبينج ما بتكونش قادرة إنها تنقذه. ووقتها أتباع لان بيعاملوها بمنتهى القسوة والعنف وبيطلبوا منها إنها تمشي. وبعد شوية لان وأتباعه بيخرجوا من القصر وما بيكونش في حد منهم واخد باله إن بينج كانت مستخبية، واللي بتروح تاخد الحبل والخطاف وبتنط جوه الفتحة وبتتعلق في الحبل لحد ما بتقع على الأكل. وبسبب اللي هي عملته ده ايديها بتتجرح، ولكنها بتفرح لما بتلاقي هو جاي يجري عليها. وفي اللحظة دي بينج بتترعب لما بتسمع صوت خطوات، وفجأة بيظهر تنين عملاق وبيقرب منها. ووقتها بيبان على بينج انها مرعوبة جدا، وده لحد ما بتيجي تنينة تانية ومعاها لؤلؤة سحرية وبتستخدم قوة اللؤلؤة دي وبتعالج جرح بينج اللي بتستغرب جدا من اللي حصل ده. وبتشكر التنينة وبتسألهم هل هم التنانين اللي هي شافتهم في أحلامها، فبتشاور لها التنينة ان هم فعلا. وبتقرب بينج من التنينة وبتسألها عن اللؤلؤة اللي معاها، ولكنها بعدها بتكتشف انها بيضة مش مجرد لؤلؤة. وبعد شوية بينج بتودعهم وبتقول لهم انها اتأخرت ولازم تروح، وساعتها التنانين بتبدأ تساعدها وبتوصلها للحبل، فبتشكرهم بينج وبتسيبهم وبتنطلق. وبالليل بنشوف بينج وهي ماشية في الشارع وبتدخل لمكان غريب وبتشوف فيه رسمة جميلة جدا، وفجأة بتخرج البيضة من الرسمة دي وبتفضل طايرة حوالين بينج وبتاخدها وبيدخلوا هما الاتنين جوه نفق معين. وفي نهاية النفق ده بنشوف بحيرة كبيرة، وفجأة بتظهر التنينة وبتفهم بينج ان الجنين اللي موجود جوه البيضة معجب بيها. فبتستغرب بينج من الكلام اللي التنينة بتقوله، وبتمسك البيضة وبتشوف الجنين اللي جواها وبتعرف انه ابن التنينة وان اسمه كايل. وساعتها التنينة بتفهمها ان البيضة دي جاهزة للفأس، ولكنها لازم تروح لبحيرة معينة وعلشان كده هي لازم تساعدهم. وبتودعها التنينة وقبل ما تختفي قوتها بتدخل في القلادة بتاعت بينج اللي بتكون مستغربة جدا من اللي بيحصل ده. وفجأة بينج بتصحى من النوم وهي مخضوضة جدا وبتنور وان في هزة أرضية قوية،
شوية، وساعتها لاو بتفهمها ان سبب الهزة دي هي ان في واحد من التنانين مات، وبمجرد ما بينج بتخرج بتلاقي ان في اعصار موجود فوق القصر. ومن ناحية تانية لان واتباعه بيروحوا يجيبوا التنينة اللي ماتت وبيبدأوا انهم يقطعوها علشان يبيعوها، وفي الوقت ده بينج بتكون شايفاهم وهم بيعملوا كده وبتحزن جدا وبتفتكر التنينة وهي بتطلب منها انها تساعدهم في انقاذ ابنهم. وفي تاني يوم بتوصل قافلة من الامبراطور ومعاهم قفص كبير جدا واللي بيكونوا جم للقرية بسبب موت التنينة، وبيقرروا انهم يحبسوا لان. اما بينج فبتاخد الشاي علشان تروح تقدمه لمستشار الامبراطور، وساعتها بنتفاجئ ان دياو يبقى هو مستشار الامبراطور واللي بيفهم قائد الجنود انهم لازم ياخدوا التنين وهو حي للامبراطور، وده علشان يقدروا يعالجوه. ولما بينج بتروح تقدم له الشاي دياو بيمسك هو وبيكون مستغرب جدا من وجود بنت صغيرة في سجن التنانين، وبيقتنع ان دي علامة على حاجة معينة وبتجيله فكرة وبيكون عاوز يصب الشاي على هواه. وقبل ما يعمل كده القلادة بتاعت بينج بتخرج قوة سحرية وبتمنعه، فبيفرح دياو وبيقول انه بكده لقى الحل اللي هيخليهم يجبروا التنين انه يدخل القفص. وبياخد بينج هي وقائد الجنود وبيروحوا للسجن وبيقربوا كلهم من زنزانة التنانين، وبيطلب دياو من بينج انها تقنع التنين اللي اسمه لونج انه يجي معاهم للامبراطور، وبيفهمها ان لونج هو اخر تنين على الارض وانه هو اقوى تنين في فصيلة التنانين الامبراطورية. وبيستخدم دياو السلاح اللي معاه علشان يقتل بينج، ولكن لونج بيزقر وبيحاول انه يخوفهم علشان يحميها. فبيفرح دياو وبيفهم القائد ان بكره لونج هيجي معاهم للامبراطور، وبيوضح له ان هو ممكن يضحي بحياته علشان ينقذ بينج. وفعلا في تاني يوم الجنود بيفتحوا السجن اللونج وبيقيدوه بالسلاسل علشان يدخلوه في القفص، ووقتها دياو بيكون ماسك بينج ومراقبهم من فوق. ولما لونج بيرفض انه يدخل القفص دياو بيضغط على بينج وبيخليها تتألم، وساعتها لونج بيضطر انه يدخل للقفص. فبتتعصب بينج لانها ما بتكونش عاوزاه يتحبس وبتصرخ بصوت عالي وبتخرج منها قوة كبيرة جدا بتطير كل الحراس اللي حواليها. فبيستغل لونج الفرصة وبيخرج من القفص وبيحاول انه يدمر السقف علشان يروح لها، وبيقدر انه يقرب منها وبيخرج البيضة من بقه علشان يديها لها. فبتروح له بينج بسرعة وبتاخد البيضة منه، وفي الوقت ده قائد الجنود بينقض على لونج وبيقدر انه يوقعه من تاني، وبيفضل لونج يهاجم الجنود اللي بيحاولوا يسيطروا عليه وبيقيدوه بالسلاسل. اما بينج فبتاخد البيضة وبتخبيها علشان تهرب، ولكن للأسف دياو بيشوفها وبيجري وراها وبيطلب من الجنود انهم يمسكوها. وبيفضل دياو هو والجنود يطاردوا بينج اللي بتقدر انها تهرب منهم، وده لحد ما دياو بيخرج حشرة غريبة من دراعه، وفعلا الحشرة دي بتروح تلدغ بينج وبتسممها. ووقتها دياو بيكون منبهر جدا وبيقول انه عمره ما شاف حارس تنانين عنده كل القوة الخارقة دي. ومن ناحية تانية بينج بتفقد تركيزها بسبب السم وبتكون خلاص هتقع من على الحافة، ولكن دياو بيمسكها، وقبل ما بينج تموت بتخرج طاقة من البيضة وبتعالجها. اما لونج فبيتعصب جدا من الجنود وبيقدر انه يهرب منهم وبيدمر السقف وبينطلق بكل قوته علشان يروح ينقذ بينج، ولكنه للاسف بيلاقي ان دياو ماسك بينج في ايد والايد التانية فيها البيضة وبيهددوا انه هيرميهم من على الحافة. ولما لونج بيجي يقرب اكتر دياو بيرميهم هما الاتنين من على الحافة، فبينطلق لونج بسرعة كبيرة وبينط وراهم وبيقرر انه ينقذ بينج، وبيقدر فعلا انه يوصل لها على اخر لحظة وبيفرد اجنحته وبياخدها وبيطير بسرعة. ومن ناحية تانية بنلاحظ ان دياو كان ماسك البيضة بخيوط الحشرة بتاعته واللي بيسحبها وبياخدها ليه، ولكنه بيتفاجئ ان لونج راجع علشان يهاجمه. وساعتها قائد الجنود بيستخدم الاسهم وبيهاجم لونج وبيقدر فعلا انه يصيبه في جناحه وبيوقعه. بعدها قائد الجنود بيروح لدياو وبيطلب مني يديله البيضة وبيعرفه ان دي هي لؤلؤة الخلود وانها افضل بكتير من التنين. وساعتها بيبان على دياو انه متضايق جدا، وده لان قائد الجنود اخد منه البيضة. وبعد شوية بيتحركوا كلهم وبيقرروا انهم يرجعوا للامبراطور. ومن ناحية تانية بنشوف لونج اللي بيكون على وشك انه يصطدم بالارض، ولكنه بيستخدم قوته السحرية وبيكون موجة في البحيرة وبينزل عليها بسلام، وبيخرج بينج هي وهو من المية، وبيتواصل لونج مع بينج وبيفوقها. فبتستغرب بينج لانها سمعته وهو بيتكلم، وساعتها لونج بيوضح لها ان هو ما بيتكلمش ولكنها سمع صوته في عقلها عن طريق التخاطر، وبيفهمها انهم لازم ينقذوا ابنه كاي اللي جوه البيضة، وبيوضح لها ان زوجته وثقت فيها وانها لازم تساعده. وبينطلقوا هما الاتنين، وفي الطريق بينج بتسأله اذا كان يعرف حاجة عن القوة اللي خرجت منها. فبيوضح لها لونج ان القوة دي اسمها قوة الاتشي، وان دي هي طاقة روحية موجودة في كل الكائنات الحية، وان في مجموعة قليلة جدا من البشر هم اللي بيقدروا يستخدموها، وان اسمهم هو حراس التنانين، وعلشان كده هي لازم تتدرب على استخدامها. وبيعرفها ان هو عارف طريق مختصر وبيمشوا منه، وفعلا بينطلقوا هما الاتنين لحد ما بيوصلوا لجسر خشبي، وهناك بينج بتكون خايفة جدا وهي بتعدي من على الجسر ده، وكمان لونج بيعدي وراها وبيخليها تفقد
بتفقد تركيزها، وبسبب ان الجسر ضعيف الحبال ما بتستحملش وزن لونج التقيل وبتتقطع. ولما لونج بيحاول انه يطير جناحه بيتقطع اكتر من الاول، وما بيكونش قادر انه يطير ولا حتى يتحرك من مكانه. ولكنه لحسن الحظ بيتعلق في حبل، وكمان بينج بتتعلق في نفس الحبل، ولكن للاسف الحبل ده بيكون على وشك انه يتقطع. فبتتعصب بينج وبتفضل تلوم لونج على اللي حصل. وبمجرد ما الحبل بيتقطع بينج بتستخدم قوة الاتشي من غير ما تقصد، وبتوصل الحبل ببعضه وبتتسلق عليه لحد ما بتطلع للحافة. وهناك بتتفاجئ من ان لونج طلع وراها بمنتهى السهولة، وبتفهم انه جابها من الطريق ده وقطع الجسر عن عمد، وده علشان يدربها على استخدام قوة الاتشي. وبعدها بينج بترجع تكمل طريقها هي ولونج، وبالليل بيقرروا انهم يستريحوا لحد الصبح. وبتبدأ بينج تخيط للونج جناحه المقطوع، وبيفضل لونج يصرخ بصوت عالي من شدة الألم. وفي تاني يوم قائد الجنود هو ودياو بيوصلوا للمدينة، وبياخدوا الصندوق اللي فيه البيضة وبيروحوا يقدموه للإمبراطور اللي بيكون مريض جدا وعلى وشك الموت. وبيظهر الأمير الصغير وبياخد البيضة وبيوديها لوالده الإمبراطور، واللي بمجرد ما بيلمسها بيبدأ إنه يمتص قوتها. وفي اللحظة دي بينج بتتألم وبتعرف لونج إن كاي في خطر، وبينطلقوا هما الاتنين بسرعة علشان يلحقوا ينقذوه. وبنرجع بعدها تاني للإمبراطور اللي بيكون خلاص اتعالج بفضل قوة البيضة، وبيشكر القائد وكمان دياو لأنهم قدروا يجيبوها له. فبيستغل دياو الفرصة وبيحكي للإمبراطور عن مخطوطة قديمة، وبيفهموا إن المخطوطة دي بتقول إنهم ممكن يستخدموا البيضة بشكل مختلف، وده علشان تمدهم بالخلود مدى الحياة. ولكن وقتها الأمير الصغير بيقاطع دياو وبيقول له إن من المفترض إنهم ما يدوروش على الخلود، وده لأنهم مجرد بشر ولازم بعد مدة يموتوا. وساعتها الإمبراطور بيقتنع بكلام ابنه، وبيطلب من دياو إنه ياخد أجازة ويروح يلعب مع الحشرات بتاعته، وده لأن شكله مرهق من المهمة اللي كان فيها. فبيشكره دياو وبيمشي وهو متعصب جدا، وبيروح لمكان سري وبينزل تحت الأرض، وبيركب القارب وبينطلق بيه بسرعة كبيرة. وبعد شوية دياو بيوصل لمدينة كبيرة مهجورة تحت الأرض، وبيدخل للمقر بتاعه وبيسيب الحشرات ترجع لبيوتها. وساعتها بيجي المساعد بتاعه اللي اسمه وانج، وبنفتكر ان هو ده نفس الشخص اللي ساب بنته وهي صغيرة. ووقتها بيبان على دياو انه متعصب جدا، وبيسأل وانج اذا كان الجهاز اللي هم شغالين عليه خلص. فبيفهموا وانج انه خلاص بيضيف التعديلات الأخيرة، وبيفضل دياو يفكر ازاي هيقدر يسرق البيضة من الإمبراطور. وفي اللحظة دي القلادة بتاعت وانج بتنور، وبيقدر انه يسمع بينج ولونج وهما بيتكلموا بفضل القلادة دي. ولسوء الحظ دياو بياخد باله وبيسأله اذا كان لسه بيقدر يسمع التنانين، وساعتها بتجيله فكرة شريرة وبيقرر انه ينفذها. وبنروح بعدها لبينج هي ولونج اللي بيفهمها انهم قربوا يوصلوا لقصر الإمبراطور، وبياخدها وبينط مع الشلال وبينزلوا في المية، وبيعوموا لحد ما بيوصلوا لمكان تحت البحيرة. وهناك بيبان على بينج انها مستغربة جدا من شكل المكان، وبيبدأ لونج يفهمها الرسومات اللي على الحيطة دي، وبيحكي لها عن الحرب اللي البشر والتنانين اتحدوا فيها مع بعض، وده علشان يقدروا يهزموا مستحضرين الأرواح. وبيوضح لها ان خلال الحرب دي ملك التنانين اتصاب إصابات خطيرة، وعلشان ينقذوه طاروا بيه لمسافة بعيدة جدا، وده لحد ما وصلوا لبحيرة الحياة اللي بتشفي أي جروح. وبيتضايق لونج لما بيلاقي مدخل المدينة اللي تحت الأرض مقفول، وبيفهم بينج ان في أنفاق تحت المدينة بتوصل لقصر الإمبراطور مباشرة. وفجأة بيقاطعهم وانج، والمفاجأة انه بيكون عارف لونج، وكمان لونج بيكون عارفه، وده لانهم شاركوا مع بعض في الحرب ضد مستحضرين الأرواح، واللي كمان بيكون عارف انهم عاوزين يدخلوا لقصر الإمبراطور. وبيبدأ وانج يستخدم قوة الإتشي وبيشيل صخرة عملاقة، وبيوريهم فتحة صغيرة موجودة في البوابة. ولكن لونج بيكون شايف ان ما ينفعش بينج تدخل لقصر الإمبراطور لوحدها، وده لانها بكده هتعرض حياتها للخطر. ولكن وانج بيفكروا ان زوجته اختارت بينج علشان تساعدهم، وده معناه ان بينج هتقدر ترجع لهم البيضة من تاني. فبيضطر لونج انه يوافق علشان ينفذوا المهمة. وبنروح بعدها للإمبراطور اللي بيطلب من القائد انه يستعد هو وكل الجنود، وده لان التنين اكيد هيهاجمهم في اي وقت. اما الامير الصغير فبيلاحظ ان البيضة بدأت تفقد قوتها، وبكده والده الإمبراطور هيرجع يمرض من تاني. ومن ناحية تانية بينج هي وانج بيكونوا وصلوا للمدينة اللي تحت الأرض، وبتتكلم بينج مع وانج وبتسأله هو ازاي قدر يحرك الصخرة بقوة الإتشي، وده بالرغم من ان حجمها كبير جدا. فبيفهمها وانج انه اتدرب كتير وانه ممكن يعلمها ازاي تقدر تستخدم قوة الإتشي بتاعتها. وبيقول لها انهم لازم يركزوا لان المدينة دي فيها اجساد مستحضرين ارواح كتير، وان ممكن قوة الإتشي ترجعهم للحياة من تاني. وبيبدأ انه يعرفها كل حاجة عن قوة الإتشي، وانها موجودة حواليهم في كل مكان زي الشوارع والرياح والمية. فبتفرح بينج لان وانج وافق يعلمها ازاي تستخدمها وبتحضنه. فبيتأثر وانج لان بينج في الحقيقة تبقى هي بنته.
وانه تخلى عنها زمان علشان يحميها، ولكنها ما تعرفش حاجه زي كده. وبتبدا بينج انها تتدرب على استخدام قوه الايتشي، وبتقدر تمسك بيها واحده من اليرقات، ولكنها للاسف بتغلط وبتصيب واحد من مستحضرين الارواح. فبيخاف وانج وبيطلب منها انهم يمشوا من هنا، وده قبل ما المكان يكون خطر عليهم. وبيفكرها انها لازم توصل للامبراطور قبل ما لونج يقتحم المدينه ويشتت الجنود. وبياخدوا هما الاتنين القارب وبينطلقوا بسرعه كبيره. وبنروح بعدها اللونج اللي بيكون في طريقه القصر الامبراطور، واللي لما الحراس بيشوفوه بيستعدوا لمواجهته باسهم كتير جدا. ولكن بمجرد ما لونج بيقرب من السور بيستخدم قوته وبيكون جدار من الميه وبيغرق الجنود وبيدخل للمدينه. وبيفضل يجري من مكان لمكان وهو بيتفادى الاسهم الكتير اللي بتترمي عليه. وفي اللحظه دي بينج هي ووانج بيكونوا وصلوا للقصر، وهناك بينج بتسيبه علشان تروح تجيب البيضه وبتتسلل من ورا الحارس. ومن ناحيه تانيه بنشوف الجنود وهم بيحاولوا انهم يصيبوا لونج، ولكن كل محاولاتهم بتكون بدون اي فايده، وده لانه سريع جدا وبيقدر يتفادى الاسهم بتاعتهم. ولما بيترمي عليه عدد اسهم كبير جدا بيستخدم قوته السحريه وبيكون درع من اسقف البيوت وبيقدر انه يدخل للقصر. وهناك بيتفاجئ لما بيلاقي عدد مهول من الجنود. وبنروح بعدها البينج اللي بتستخبى وبتتسلل علشان الحراس ما يشوفوهاش، وده لحد ما بتقدر توصل لمكان الامبراطور. وفجاه بيجي خبر وصول لونج للقصر، وساعتها الامبراطور بيطلب من قائد الجنود انه يخرج يحارب التنين. فبيسيب القائد مجموعه من الحراس علشان يحموا الامبراطور، وبينطلق وبيروح للونج اللي بيفضل يقاتل الجنود وبيهزمهم مجموعه ورا التانيه. اما بينج فبتستجمع شجاعتها وبتروح للامبراطور وبتطلب منه يديها البيضه، ولكنه بيرفض طلبها وبيطلب من الحراس انهم يقبضوا عليها. ولكن بينج بتستخدم قوه الاتشي وبتهاجمهم، وبتقدر انها تهزمهم بسهوله. وبتاخد البيضه وبتنطلق علشان تهرب وبتطلع للسطح، وبتنادي على لونج وبتعرفه ان البيضه معاها في السله. ولكنها فجاه بتتصاب بسهم والسله بتقع منها. فبيتعصب قائد الجنود لان البنت الصغيره ماتت بسبب لونج، وبيقرر انه ينتقم منه ويقتله باي طريقه. فبيخاف لونج وبيسيبه وبيهرب. وبنروح بعدها البينج وبنفهم انها كانت بتمثل انها اتصابت، وبتاخد الشنطه بتاعتها وبترجع للقصر من تاني وبتستخبى في واحده من الغرف. ولكن فجاه بيظهر حارس وبيهاجمها بالسيف وبيحاول انه يقتلها وبيوقع البيضه منها. فبتهاجمه بينج بقوه الايتشي وبتفقده الوعي. اما الجنود فبياخدوا السله اللي فيها البيضه وبيودوها للقائد اللي بيفتحها وبيتفاجئ ان اللي موجود فيها مجموعه من اليرقات. وبنرجع تاني البينج اللي بتكتشف ان الامير الصغير اخد منها البيضه وبتحاول انها تاخدها منه، وبتقدر فعلا انها تعمل كده وبتضربه. واللي قبل ما تمشي الامير الصغير بيرمي تحتها الحبر علشان يوقعها، ولكن بينج ما بتقعش وبتتريق عليه وبتمشي. وساعتها بنفهم ان الامير بيكون عامل كده علشان يعرف هي رايحه فين من اثر اقدامها. وبعدها بينج بتنزل من المدخل السري وبتقابل وانج، وبيبان عليها انها فرحانه جدا لانها رجعت البيضه. فبيجري وانج وراها وبيكون عاوز يوقفها ولكنه ما بيلحقش. اما الامير الصغير فبيروح لقائد الجنود وبيعرفه ازاي يقدر يوصل لمكان البيضه. وبنرجع تاني البينج اللي بمجرد ما بتوصل للمركب بتتفاجئ بوجود دياو اللي بيخرج من دراعه حشره مسممه علشان يقتلها. وساعتها هو بيتدخل وبيمسك الحشره وبيموتها. ولكن بينج بتتفاجئ بحشرات كتير جدا بتهاجمها وبتلدغها، وللاسف وانج ما بيكونش قادر انه يعمل اي حاجه. اما دياو فبيستغل الفرصه وبياخد البيضه منها وبيركب المركب بتاعه. ولان وانج بيكون حاسس بالذنب بيحط الترياق في بق بينج اللي بتكون خلاص فقدت الوعي، وبيسيبها وبيركب مع دياو وبينطلقوا. وفي الوقت ده لونج بيكون خلاص وصل لباب المدينه اللي تحت الارض ومستني بينج ووانج يرجعوا له وهم معاهم البيضه. ومن ناحيه تانيه بينج بتفوق بفضل الترياق، واللي قبل ما تستخدم المركب بيوصل قائد الجنود وبيهددها انه هيقتلها لو استخدمت قوتها، وبيسالها عن مكان البيضه. وفي الوقت ده دياو بياخد البيضه وبيروح يحطها في الجهاز اللي كان شغال عليه، وبيقول ان هو هيبقى اقوى شخص في العالم. وبيفهم وانج انه بكده بقى حر ويقدر يمشي. وبالرغم من كده بيخلي الحشرات السامه تهاجمه. وبعدها بيدخل في تابوت والجهاز بيشتغل، وبيبدا انه يسحب قوه البيضه ويوصلها لدياو جوه التابوت. وفي اللحظه دي بينج هي وقائد الجنود بيوصلوا للمدينه اللي تحت الارض، وهناك بينج بتطلب من هو ان يروح يعرف لونج. وبمجرد ما القائد وبينج بيوصلوا لمكان البيضه بيكتشفوا ان الجهاز اشتغل، وبيطلب القائد من بينج انها تفضل في مكانها وبيسيبها وبينطلق. وللاسف الحشرات بتهاجمه وبتكون خلاص هتسممه، ولكن بينج بتستخدم قوتها وبتنقذه على اخر لحظه. وبعدها بتروح تطمن على وانج اللي بيكون فاقد الوعي، ولكن لحسن الحظ بيكون لحق ياخد الترياق وبيفوق. وفي اللحظه دي هو بيوصل للونج وبيعرفه ان بينج في خطر. فبيتعصب لونج وبيستجمع كل قوته وبيبدا انه يدمر البوابه. وبنرجع تاني لبينج ووانج اللي بيدخلوا للجهاز
علشان ياخدوا البيضة، ولكن القائد بيمنعهم وبيدخل هو، فبتروح بينج هي ووانج وراه وبيسحبوه قبل ما يموت، وبيتفاجئوا ان شكله كبر وعجز جدا، وده بسبب ان الجهاز سحب كل قوته. ولما بينج بتيجي تدخل وانج بيمنعها وبيستخدم قوته وبيحاول انه يسحب البيضة، ولكنه بيواجه صعوبة كبيرة جدا، وبالرغم من كده ما بيستسلمش وبيستجمع كل قوته وبيقدر انه ياخدها وبيديها لبينج، وبيقع على الارض وبيموت وبيختفي. وللاسف المكان بيبدأ يتدمر، ولكن القائد بينقذ بينج وبيرميها وبينط وراها. ولسوء الحظ الجهاز بيخرج قوة كبيرة جدا، والقوة دي بتتسبب في ان كل مستحضرين الارواح اللي في المدينة انهم يفوقوا. والمصيبة الاكبر ان دياو بيخرج من التابوت بعد ما تحول لوحش شكله مرعب وقوي جدا، وبيتعصب وبيكون عاوز ياخد البيضة بأي طريقة، وبيهاجم القائد هو وبينج بصخرة عملاقة، ولكن بينج بتقدر تصدها وبترميها عليه. ولما دياو بيرجع يهاجمها تاني بينج بتستخدم قوتها وبتمسكه وبترميه وبتوقع عليه صخور من تاني، وبتدي البيضة للقائد وبتطلب منه انه ياخدها ويهرب. وبالرغم من ان القائد بيكون خايف عليها الا انه بينفذ كلامها، وبتفضل بينج تستخدم قوتها وبتحاول انها تشتته، ولكن كل ده بيكون بدون اي فايدة، وده لان دياو بيقدر يتصدى لها وبيحاصرها وبيكون على وشك انه يقتلها. وعلى اخر لحظة بيوصل لونج وبينقذها وبيهاجموا وبيقاتلوا بعض هما الاتنين بمنتهى الشراسة. وبنروح بعدها القائد الجنود اللي بيتفاجئ بمستحضرين الارواح اللي بيهاجموه من كل مكان، وبيظهر وقتها ان عددهم كبير جدا، ولكنه بالرغم من كده ما بيستسلمش وبيقاتلهم بكل قوته. وبنرجع تاني اللونج اللي بيقاتل دياو بكل قوته هو كمان، ولكن دياو بيكون قوي جدا وكمان قوته بتزيد اكتر، وساعتها لونج بينقض عليه وبياخده وبيقع هما الاتنين في الحفرة، وكمان الجهاز بيقع وراهم. وبالرغم من اللي حصل ده لونج بيقدر انه يخرج، ولكنه للاسف بيكون اتصاب اصابات خطيرة جدا، وبيطلب من بينج انهم يهربوا من المكان بسرعة. ولكن دياو بيقدر انه يخرج هو كمان بعد ما تحول لتنين شكله مرعب ومخيف جدا، وبينقض على لونج وبيضربه وبيرميه على الارض، وقبل ما يقتله هو بيتدخل وبيجري بسرعة وبيتسلق دياو وبيعضه وبيشتته. فبتستغل بينج الفرصة وبتروح تطلب من لونج انه يهاجم دياو بكل قوة الاتشي، فبيستغرب لونج لان بكده قوة دياو هتزيد اكتر، ولكن بينج بتطلب منه انه يثق فيها، وفعلا بيبدأوا انهم يهاجموا دياو بكل قوة الاتشي بتاعتهم. ووقتها دياو بيفرح لان كده قوته بتزيد وحجمه بيكبر اكتر، وبيفضلوا هما الاتنين يمدوه بالطاقة، وده لحد ما حجمه بيبقى عملاق جدا وبيكبر اكتر واكتر. وبيستغل لونج الفرصة وبياخد بينج وهو وبيهربوا من المكان اللي بيبدأ انه يتدمر وينهار بالكامل، وبيفضل دياو يكبر اكتر واكتر لحد ما بينفجر، وبتخرج قوة الاتشي وبتدمر كل مستحضرين الارواح. وبعدها قائد الجنود بيروح لبينج وبيقدم لها البيضة، فبتودعه بينج وبتنطلق هي ولونج وبيطلعوا فوق السحاب، وهناك لونج بيفهمها ان الرياح هي اللي هتنقلهم لمكان البحيرة اللي البيضة هتفقس فيها. وبعد مدة بيوصلوا للجزيرة اللي هم عاوزين يروحوها، وبيقع لونج على الارض من شدة التعب، وبيفهم بينج ان بسبب المعركة هو اتصاب اصابات خطيرة، وبيطلب منها تاخد البيضة وتدخل للكهف ده، وبيعرفها انها هتلاقي البحيرة في نهاية الكهف. وفعلا بينج بتنفذ كلامه وبتنطلق بسرعة، وفي نهاية الكهف بتوصل للبحيرة وبتحط فيها البيضة اللي بتنزل في الاعماق وبتنور، وبيخرج منها التنين الصغير اللي اسمه كاي اللي بيحضن بينج وبيكون فرحان بيها جدا. وبمجرد ما بيخرجوا من الكهف بيتفاجئوا بوجود عاصفة قوية، وبيفهموا ان بكده لونج خلاص هيموت، وبيروح كاي يحضن والده اللي بيكون على وشك الموت، وبتيجي بينج تطمن عليه هي كمان، وساعتها لونج بيعرفها ان هو خلاص هيموت، وده لان اصاباته خطيرة جدا. فبتقول له بينج انه لو راح لبحيرة الحياة جروحه هتخف، ولكن لونج بيقول لها انه ما بقاش قادر يطير، وبيطلب منها تعتني بكاي وترعاه. فبتحزن بينج جدا وبتعيط، ولكنها برضه ما بتستسلمش، وبتبدأ انها تستخدم قوة الاتشي بتاعتها، وبتشيل لونج وبترفعه وبتطيره فوق السماء وبتوصله فوق السحاب. وساعتها الرياح بتاخد لونج وبتنطلق، وبعد فترة بنشوف بينج بعد ما رجعت لسجن التنانين، واخيرا بتعيش بينج هي واصدقائها هو وكاي مع بعض في حب وسلام بعد ما قدرت انها تنقذ اخر تنين على الارض من الخطر.